واحنا ليه ما عندناش اهلا بيكم في بس انه دايما لما بفتح فيديو حد بيزعل اللي هو احنا عاملين حساب الناس اللي مش مستحمله حد يزعق فيها. مصدع. بيزعقوا لك في الشغل وبيزعقوا لك في الشارع وبيزعقوا لك في البيت. هنيجي احنا كمان تفتح اليوتيوب واقول لك اهلا بقى. طب لا اهلا بيكم. احنا المره دي ما جبناش شاي في شوكولاته. بالظبط. ليه بقى؟ ليه؟ علشان احنا بندعم السمنه المفرطه. ليه ما حدش بيدعم السمنه المفرطه؟ عشان مفرطه فعلا لازم الانسان يكون حقيقي. خلي بالك لو سمنه متوازنه كانت هتبقى تمام، فاحنا ممكن من هنا ندعم السمنه المتوازنه. مش هنعمل حاجه اللي هو نظرا لنجاح الحلقه السابقه. ده قررت انه احنا نسجل الحلقه الثانيه قبل ما الحلقه الاولى اصلا تنزل. بس هي ناجحه طبعا من اداب انك لما تاكل حاجه ترميها. تمام. عرفت الدبان بقى ليه؟ فكنت بتخيل انه لو الحلقه الاولى دي نزلت واحنا قايلين في اخرها انه شجعونا او قالوا لنا بطلوا. فانا بتخيل لو الحلقه الاولى نزلت والكومنتس كلها بطلوا بطلوا بطلوا، احنا قاعدين بنسجل. بس شتمتني في الحلقه هجيبك بس انا مش انا قلت لك مش هنشتم الفانز بتوعنا على الشانل بتاعي، هناخد الاسم ده وندور بيه على الشانل التاني نشتمه فيها. هجيبك يعني عشان الفلك وهجيبك من حته تاني. فده اللي قال انه لو الناس قالت في اول حلقه انه لا بطلوا وانت ليه تقول لي اساسا انا بطل؟ هي مخدرات. يعني احسن من احسن احنا صح اللي احنا بنعمله ده احسن من ايه؟ اللي احنا بنعمله ده احسن من واحنا جايين في الطريق باسم كان سارق، ففي اطفال كتير قابلناهم في الطريق بعجل. الموضوع بشع. المهم باسم لما اتخانق قال لك ايه؟ لا يرجعهم يمسكوا التلج التاني. لا العبوا بلي، بس لا البلي ده برضه في حرام. لا برضه بيبقى في الطريق. انا بدور على حاجه تبعدهم عن الطريق. حتى لو الطريق الصحيح. بس المفروض الاطفال تمسك الموبايل او وتمسك العقل. انت مره واحده بتخشوا تمسك الموبايل 12 ساعه اقل حاجه. انا مش مركز معاك. مش عارف اللي احنا بنعمله ده احسن ما كل مره بنقول انا نفسي اعمل كونتنت، انا نفسي اعمل كونتنت، كان نفسي اعمل كونتنت. اللي احنا بنعمله ده احسن، فمعلش استحملوا. ايه حاجه تانية ممكن ندعمها؟ ما حدش بيحب يدعمها. دلوقتي انت شغال 3D ديزاين حصل تمام، لو واحد قريبك سالك انت شغال ايه؟ هي دي الازمه. بس انا مؤخرا لقيت لها اجابه. بقول له عارف لما بتشوف ماتش، يعني بحاول ابسط له الموضوع، ما في ازازه شامبو بتعدي. انا اللي بعمل ازازه الشامبو دي. هو هتلاقيك مقتنع ان انت اللي بتعبيها. انا لغايه دلوقتي امي مش عارفه انا بقى بشتغل ايه. انا دي سنتين شغال كرييتيف ومحدش فاهم انا شغال ايه. عارف انت المهم ان انت مبسوط، مش انت مبسوط. انا قلت له اسوشيت كرييتيف دايركتور. انا نفس الكلام برضه. يعني انا قالوا لي يا ابني انت هتسيب وظيفه محترمه، الناس بتقول لك استاذ باسم عشان تشتغل، هم حتى ما يعرفوش يعني ايه 3 دي ارتس. عشان تشتغل علبه شامبو وبتلف في المكان. بالظبط. تلف في الاطار يا بالشامبو. لا بيقولوا لي انت شغال ايه؟ فبسكت دقيقتين كده، فبيحس انه مش عايز تقول خاف من حسد. مش خاف من حسد. انا خايف منك انت. بس هتلاقي في ناس بتبص لك بشفقه. يعني شغال 3 دي اول 3 شهور من انه سبت الوظيفه كان في ناس بتقول لي دور على شغل. انت مش 3 دي دور على شغل. انا بشتغل من البيت، صحيت من النوم فطرت بقيت في الشغل في نفس الاوضه اللي انا نايم فيها، فبتسمع كلام ايه؟ يا ابني القعده دي غلط عليك، هيجي لك اكتئاب. طب انزل دور على شغل. ال 3 دي غلط. السكه دي اخرها رندر. هتلاقي ابوك قاعد في الصاله بيسمع عليه بصوت عالي 10 اشياء يسببها ال 3 دي. يجي لك واحد قريبك ويقول لك ايه بقى؟ يلا افتح ورينا انت بتعمل ايه. يا ده ايه سوري ده عايز البورتفوليو. ده وهو صغير اللي كان بيجي يقول لك عايز العب على الجهاز. هو كبر وريني البورتفوليو. انا دلوقتي كبير مش هينفع اقول لك كان العب. بس كيف الجهاز؟ عندي فتش اجهزه، جهازك انت كمان مش جهازك ده، جهازك العصبي. في ناس قالت لك خد اعمل لي فيديو.
يا لهوي، اللي هو انت مش كريتيف، هات لي فكره. واحد كلمني قبل فرحه وقال لي شوف لي فكره عن بعد الفرح كويس. يا اسطى يا اسطى، كروت الفرح منتشره في البلد، ايه التيزنج اللي احنا هنعمله في الفرح بكره؟ فانا بفكر افتح حاجه تبقى واجهه عشان احنا دماغي، عشان حلو. لا اقعد اشرح للناس انا بشتغل ايه، ولا حد يطلب مني ان انا اعمل له حاجه من الشغل بتاعي. محتاجين نشوف شغلانه تكون واجهه تريحنا بقى من كل الاسئله والطلبات الغريبه. لا تكون مفهومه، تكون بيزك. طب اقول لك على حاجه جامده، لو هنحول التايتلز بتاعتنا لتايتلز مفهوم. امين مليارات، انت فاهمني؟ مفتش اول ريندر شغال في شركه بلندر. امين شركه بلندر ما عرفوش ان انا عايش اساسا. بلندر دي اصلا يعني خلاط. طب ما انا ممكن بتاع خلاطات. اوكي، طب ما احنا كده قربنا. شغال ببلندر خلاط يعني ممكن تبقى شيف. صح، يعني يقول له طباخ شغال ايه، يقول له شغال ببلندر. اللي يسالك بعد كده شغال ايه، باسم بيتاجر في الخلاطات. طيب احنا حلينا ازمتك، ممكن نحل ازمتي. كرييتيف. اصل خلي بالك ترجمه كرييتيف هتقول له ايه يعني؟ هتقول له اصل انا مبدع. يعني بتبيع ايه برضه؟ ببيع افكار. لو هبيع افكار انه هزرع افكار في دماغك يعني. ايه زرع انا بربي ان انا ببيع افكار اكشلي، مش بزرعها اصلا، انا ببيع افكار. طب ما هو لا ما كده، ما انت الفلاح بعد ما بيحصد الافكار دي بتروح بعد كده بتتباع بقى، بتتحط في باكج وتتباع. انت اللي بتبيعها بعد ما اتحطت في تاجر فاكهه يعني. فكهاني. وخد بالك منطقيا ان انا وانت نتلم مع بعض، انت فكهاني وانا خلاطات، نعمل عصير. الله يبقى انا خارج عصار. هل تفتكر لما تيجي تتجوز هيبقى فارق معاهم انت بتشتغل ايه؟ ما هو خلي بالك هنبذل مجهود مع شخص ابوها، اخده على جنب اقنعه انه بص دي معلومه خاصه جدا حضرتك ما ينفعش تقولها لاي حد. انا 3 دي ارتست. هيقول لك انا اسمع انه في كيماوي دلوقتي. اسمع ان الحاجات دي بتتعالج وكده. هي الدبانه دي اللي هي بتاع المره اللي فاتت ولا انت قلت لها على الميعاد؟ فكر لو الدبان بيعمل محتوى على اليوتيوب. وكان في فيديو اصلا على اليوتيوب اللي هو 1.5 ساعة من استنى، في كونتنت للدبان. في كونتنت يعني كان في كونتنت للدبان واحنا ما كناش عاملين كونتنت. تخيل. بس على ذكر الحاجات اللي ما حدش بيدعمها، هو ليه ما حدش بيعتبر الدبانه مثل؟ يعني عامله كنت يعني ليه ما حدش يقول لك خليك زنان زي الدبانه؟ اصل ده قرف. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، انه ليه الناس شايفاه قرف؟ يعني ليه ما حدش بيقول للدبانه انه برافو بتزن على مصلحتها، ما بتهمتش غير بتاخد اللي هي عايزاه؟ مش عارف اتعاطف مع الدبان. ليه؟ مش هتعاطف مع الدبان. لما بيتعاطفوا مع النحل انت اللي بيقرصك حلو. لا بس بناخد منه عسل، انما الدبان دي بناخد منها ايه؟ قرف. بس هي مثال يعني من البي او في بتاعها هي نيفر جيف اب. يعني الدبان كله لابس تيشيرت على نيفر جيف اب. الدبان ما بيستسلمش. من هنا من على وضع الطيران احنا بنبتدي حمله انه ان احنا بندعم الدبان. خلينا نفكر في اسم الحمله وسلوجن يشرح التاج لاين ده، يشرح ليه احنا بندعم. يعني لما تشوف بيل بورد كده عليها صوره دبانه وعامله كده بتلعب 4 في 10. بالظبط. خلي بالك مش تلعب 4، ممكن تلعب 4 في 100. ما هي ده بقى كل ما تشيلها على الجهاز هترجع تاني. هل الدبان بينزل ولا ده السمك اللي بينزل؟ بيتهيألي الدبان بينزل. لا بينزل. يا بخت. طب ده مش قدوه. انت عارف تتجاوز انت. انت عارف تتجاوز. يعني يا ريتني دبان. كل ما بنفكر بنلاقي مميزات اكتر للدبان. عايزين نعمل بروتين للدبان، نرش بروتين للدبان. شركات الواي بروتين ممكن تعمل بالظبط. دي فكره كبيره، تعمل حاجه للدبان. عشان انت دلوقتي انت اللي فالح فيه. لما تشوف واحد بيسعى بكل طاقته تروح تجيب مبيد حشري وتقعد هو اللي حشري ده انت اللي حشري تدخل في اللي مالكش فيه. بص انا لقيت سلوجن الزن على الودان امر من اكل العيش. عشان اكل العيش اوريدي مر. وانت في حياتك قاعد عرفنا انا طالع عيني في الشغل، انا طالع عيني في الشغل. مش بتفكر خالص في الدبان. انت ما تعرفش ان اللي هي بتعمله ده امر من اكل العيش اللي انت قاعد فعلا. استنى انا الشتاء ايه فين؟ اعتذر لها معلش. ليه المجتمع ضد الدبانه؟ علشان هي بتزل
لكن الكلاينت عادي. طب هو بيزن اكتر بس بيدفع. اوكي. حلو لو تعاملنا مع البشر كدبان. يجي كلاينت يقول لك معلش عايز اكبر حاجه، تلاقي 5 كلاينت داخلين عليه وانت قولوا لنا في الكومنت مين يستحق الدعم. احنا على فكره فتحنا باب ان احنا بندعم اي حد في اي حاجه. احنا دعمنا دبان. احنا لو اتقبض علينا مستحيل نفتح حد احنا مش شاربين. لا انا مش شارب. انا ما اعرفش هو بس انا مش شارب. ما اتكلمناش على انه في 2 برطمان فيهم قبل الحلقه كل واحد فيهم يشيل مخه يحطه على وضع الطيران ويحطه في البرطمان ده. انا البرطمان بتاعه ده مخ بس خد انت بالك. بتسمع مخك كده. انت بس خد بالك بعد الحلقه انه ما تبدلش عشان بعرف. اتفهم جدا. المره اللي فاتت لو انت ما حبيتش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وبعت الحلقه دي لواحد صاحبك تقول له دول 2 زينا رايحه منهم، لكن المره دي انت شفتنا تاني مره وكملت معانا للاخر فلازم تعمل سبسكريبشن. طبعا احنا المره اللي فاتت وانا بأديت كنت متضايق حاسس انه في نويزي واحنا شغالين. المره دي في برج بيتبني، حرفيا في برج بيتبني جنبينا ومعدات وبتاع. اتمنى انه الصوت يكون كويس. اول يوتيوبرز يتحاربوا بمقاول. عاده المقاول بيحارب مقاول، اليوتيوبرز بيتحارب من تيك توكر. خبط يعني.